السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ودايما بأفضل حال. شفتوا ربنا بعت لنا ايه؟ بعت لنا هدية. بعت لنا هدية وهدية قيمة قوي كمان. بعت لنا حاجة قال لنا انا مديها لكم على طبق من ذهب، ويا تستغلوها يا لا. ايه كلام. احنا معانا هدية غالية جدا اللي هي شهر رمضان. شهر رمضان 30 يوم، ويا نستغلهم يا نخيب ونخسر. خاب وخسر من بلغ رمضان ولم يفلح. انا ممكن اكون مش فاكره المقوله بالظبط، بس هو ده معناه وده المهم. ممكن ابقى عارفه مقوله وما افهمهاش، لكن انا اهم حاجه عندي ان انا اعرف المعنى. ربنا بعت لنا هديه. عارف ان احنا طول السنه عمالين بنخبط وبنعافر، بنقع وبنقوم، بنعمل ذنوب وبنعمل اخطاء. احنا بنخبط في الدنيا شويه، الدنيا بتخبط فينا شويه. حب يجبر بخاطرنا ويطبطب علينا. قال لنا خدوا الشهر الكريم، الشهر اللي انا هستجيب فيه دعاكم، الشهر اللي انا يعني هريح قلوبكم فيه من كل الحاجات، الشهر اللي انا هبقى معاكم فيه في كل حاجة، بشرط ان انتوا تعرفوا تستغلوا الشهر ده افضل استغلال. افضل استغلال. عارف يعني ايه تبقى عارف ان الحسنة في السنة كلها كوم وفي الشهر ده كوم تاني؟ عارفة يعني ايه تبقي عارفة ان الخير اللي بتعمليه في الايام دي غير كل السنة؟ عارفة تبقي ان انتي تبقي داخلة كده واللي هو انا فوق كتافي ذنوب كتير قوي 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 قوي، بس عندي القدرة ان انا في الشهر ده امحي كل الكلام ده. لازم نستغل الشهر ده كويس جدا. احط نقط كده وامشي عليها، احط خطوات وامشي عليها، مش عيب. بنشوف كده بوستات كتير وحركات كتير كده ان بنحط خريطة وخطة طويلة عريضة للاكلات بتاعة الشهر. لا، انسوا الاكلات دي. عادي. كلنا اكل غالي بنشبع، كلنا اكل رخيص بنشبع، نمنا من غير عشاء بنشبع، والحمد لله فضل ونعمة، كلها ايام بتعدي. نهتم بالحاجات الافضل اللي هي ايه بقى؟ ورقة وقلم ونكتب الحاجات اللي احنا ناويين عليها، الحاجات اللي احنا بنخطط لها وان لازم ما يعديش رمضان غير واحنا محققينها كويس جدا. اللي هي ايه بقى؟ مثلا انا عندي طبع مش كويس، احط بند كده من البنود ان انا لازم ابدأ من الشهر ده ان انا ابطل الحاجة دي. مثلا حد بيكذب، انا خلاص بداية رمضان جت اهي، انا مش هكذب تاني. مش هكذب تاني تحت اي ظرف، انا مش هكذب تاني. اللي انا بكذب عشان خايف منهم دول مش احسن مني في حاجة عشان اكذب قدامهم، مش افضل مني في حاجة ان انا ابان ضعيف قدامهم كده فهكذب. لا، انا مش هكذب تاني. مهما حصل هقول الحقيقة، اللي يحصل يحصل. منساش ان ربنا شايفني، فما يلزمنيش المخلوق او العبد اللي قدامي. لان حط في بالك الكذب بداية كل حاجة وحشة فيما بعد. اللي هيكذب هيخون، اللي هيكذب هيقتل، اللي هيكذب اصل بتبدأ بغلطة صغيرة، ابدأ اكبرها شوية بشوية بشوية، ومع كل شوية بكبرها فيها انا بكذب 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 بكذب. فانا وجهة نظري ان الكذب بداية كل حاجة وحشة. لا، ما اكذبش تحت اي ظرف، ما اكذبش. عملت غلط اقول انا عملت غلط، في واحد اتنين تلاتة اقول حصل كذا كذا كذا، مهما كان اللي هيحصل بعد كده. اللي حصل هو اللي انا هقوله، غير كده لا، ما اكدبش. لو مثلا انت حد مدخن او انت حد بيدخن، لا، انا ناوية والنية لله ان انا يدخل رمضان انا مش هدخن تاني. خلاص انا نويت يا رب وان شاء الله كده هستعين بيك يا رب ان انا هقطع ده تماما. ربنا هيساعدني، عشان ربنا دايما عايزني للأفضل، ربنا عايزني في أفضل صورة وفي أحسن حال، فهيساعدني. بس تبقى عندي اليقين ان انا اقدر اعمل ده، وابقى ناوية من جوايا فعلا، مش مجرد كلمة بقولها كده وخلاص والله جت جت ما جتش ما جتش. لا، لازم يبقى عندي النية واعقد النية ان انا لازم هعمل ده، لازم. طيب انا حد مش بصلي او منقطع في الصلاة او غير منتظم في الصلاة،
بأمر الله داخل عليا رمضان، انا مش هقطع في صلاتي تاني. يا رب قدرني وقويني ان انا ما اسيبش فرض، وان انا انتظم، وان انا ابقى حد ملتزم وما اقصرش في حقك ابدا يا رب. ربنا هيساعدني، وانا بدعي احس ان انا بكلم ربنا، ابقى عارفة ان ربنا هيستجيب لدعائي. انا واثقة في دعائي، وواثقة في استجابة ربنا ليا. ابقى عندي يقين ان اللي انا بتمناه واللي انا بدعي بيه هيتحقق، لا محالة هيتحقق. والله بتتحقق، والله بتتحقق. طب اقول لكم على حاجة. انا جيت في مرة بحكي مع والدتي. انا كنت ساكنة في مكان بعيد، بعيد جدا عنهم يعني. فكان نفسي قوي ان انا اجي اقعد قريب منهم، بس مش معايا الامكانية ان انا اشتري شقة جنبهم دلوقتي. فجيت في يوم من الايام قلت لها: عارفة يا ماما، انا مش هيدخل عليا رمضان الجاي، الكلام ده كان السنة اللي فاتت، مش هيدخل عليا رمضان الجاي غير لما هكون قاعدة جنبكم هنا. حتى هي استغربت قوي كده، اللي هو: طب انتي جايبة الثقة دي منين؟ انتي معاكي فلوس تشتري بيها شقة دلوقتي؟ قلت لها: لا. طيب جايبة الكلام منين؟ قلت لها: انا مش عارفة، بس انا عندي يقين ان ده هيحصل. اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله ان رمضان اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هو رمضان اللي فات ده، ما جاش عليا غير وانا فعلا قاعدة قريب منهم. ازاي؟ مش عارفة. اتدبرت ازاي؟ مش عارفة. ربنا يسرها لي ازاي؟ مش عارفة. بس ربنا قال لي: انتي وثقتي فيا، فانا عند حسن ظن عبدي بيه. ربنا قال لي: انتي سعيتي ونويتي وعقدتي النية، وقبل دول كلهم انتي وثقتي فيا ان انا هحقق لك ده. فربنا حقق لي ده فعلا. انتوا كمان اعملوا ده. انووا، انووا الخير وقولوا يا رب، وخلوا عندكم يقين ان ربنا هيحقق لكم ده. هيتحقق، والله بتتحقق، بس لازم يبقى في يقين. لكن انا لو قعدت قلت ان شاء الله اعمل كذا، بس انا من جوايا مش عندي يقين انه هيتحقق. مش قصة ان انا مش عندي يقين، انا مش يعني والعياذ بالله ان انا مش واثقة مثلا ان ربنا هيستجيب. لا، لازم يبقى واثقة، لازم ابقى واثقة ان ربنا مش هيخذلني، ربنا هيحقق لي اللي انا بتمناه، ربنا مش هيعمل لي حاجة وحشة، وربنا بيساعدني. انا نويت ان انا مش هسيب فرض، واستعنت بالله: يا رب، يا رب قدرني ان انا ما اسيبش فرض، ربنا هيقف جنبي وهيساعدني. انا نويت ان انا ما اكدبش تاني، ربنا هيساعدني. انا نويت ان انا اعمل خير او اطلع حاجات لله او اعمل ثواب او ربنا هيقويني لده. اهم حاجة اكون نيتي خالصة من جوايا للخير اللي انا بسعى ليه. ما بقاش بقى بنية رياء، ما بقاش بنية ان انا بعمل شو، ما بقاش مجرد كلمة بقولها وخلاص. لا، انوي بالخير وانت واثق ان انت تقدر تعمله، وواثق انك تقدر تحققه، وانت بتتمنى ان انت فعلا تعمل ده. وخلي عندك الحاح ان انا يا رب احقق ده، يا رب نفسي اعمل ده، وساعتها فعلا هتحقق ده. ربنا عند حسن ظننا بيه. ربنا كبير قوي، ودايما بيحاول، او معنى اصح دايما بيزقنا لقدام، بس احنا اللي بنتخاذل. انوي واستغل الهدية اللي ربنا مديها لك، استغل الهدية اللي ربنا مقدمها لك. بلاش فرجة على التلفزيون كتير وتلاقي الشهر راح. التلفزيون موجود قدامنا على طول، الشهر ده هو اللي مش موجود على طول. ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنخرج من رمضان واحنا مجبورين، هنخرج من رمضان واحنا محققين الاهداف اللي احنا بنسعى ليها، هنخرج من رمضان واحنا مغفور الذنب لينا بامر الله. وما تنسونيش دايما في دعاكم، عشان انا بحبكم في الله. ربنا يا رب يرزقنا الخير كله جميعا. ولو وصلتوا لحد هنا طبعا انتوا عارفين هتعملوا ايه: لايك، شير، وسبسكرايب. باي باي.